الليل اسود تقيل زي الرصاص. بيت كبير طوب لبن، الجدران بتعيط وأصوات تزييق حوالينك. عثمان قاعد في نص المنظرة، جلبيته كلها دم وعيناه فيها ضياع ورعب. قدامه على الطبلية رجل معزة مقطوعة مربوطة بشعر اسود طويل، الدم بينقط على ورق فيه طلاسم حمرة. عثمان بيهمس: أنا اللي عملت كده، أنا اللي سكنت بيتي. لحظة ضعف ضيعت عمري. فجأة الباب اتفتح لوحده، زينب واقفة لكن مش هي، جسمها متخشب، وشها شاحب، عيون سودة بلا حياة مالت برقبتها بطريقة غريبة، وضحكت ضحكة مكتومة، ريحة عفن طالعة منها. عثمان رجع لورا وصرخ: يا رب ارحمني. البيت ساكت، السكون تقيل، وقلبه بيخبط بسرعة. قبل 7 سنين يوم الفرح، القرية مولعة، زغاريد، ضحك، ذبيحة في كل مكان. عثمان اتجوز زينب، أجمل بنات النجع. ستوتة بنت خالته واقفة بعيد، عينها مش بتنزل عنهم، لابسة أسود، بتمتم كلام غريب، وكل مرة اللمبة جنبها تطفي. الكل فرح، بس هي كانت بتخطط. شهر بعد الفرح الرعب بدأ. زينب حامل، البيت مليان فرحة، لكن فجأة خيالات، ريحة بخور غريبة. زينب تمشي وهي نايمة، تفتح باب البيت وتقف قدامه، تتكلم مع حد مش موجود. ليلة عثمان صحي على خربشة تحت السرير، لقى سرة قديمة، فتحها، صورة زينب مقطوعة نصين، مربوطة بمسامير مصدية، الدم لسه بينقط. البيت اتحول لجحيم. عثمان خد السرة وطلع للجبل عند الشيخ مبروك. أول ما شاف السرة وشه صفر، رمى السرة وارتعش، قال: ده مش عمل عادي، ده عهد دم. الباب ده مش هيتقفل غير لما ياخد بكر البيت. عثمان رجع البيت، لقى زينب في نص الصالة ماسكة سكين بتقطع شعرها، صوت مش صوتها، بطنها بتتحرك كأن اللي جواها عايز يخرج دلوقتي. عثمان جري عليها، شال السكين، مش فاهم مين السبب. تاني يوم عثمان راح للشيخ، حكاله كل اللي حصل. يا رب يدخل الجنة كل من يدعى إعجاب واشتراك ويستغفر الله في التعليقات. الشيخ قال له: لازم تفضل معاها وما تخلي